مرحبا بكم. بصراحة كارثة عظمى، كارثة حقيقية، كارثة بحال شي طور دابا دخل شي منطقة فيها الوحل كيبغي يجبد رجل كتغرق ليه الرجل الأخرى. كيفاش غيكون الحل؟ توقيفات بالجملة، بالعشرات، بل بالمئات. واش نلومو شي واحد؟ أي واحد اللي لمتيه عنده الحق في داكشي اللي كيدير. اللي قلتي ليه ما كاينش هنا المخطئ في آخر المطاف، ما كاينش مخطئ، كاين عدم طرح الأسئلة الدقيقة وما كاينش التفاعل وما كاينش الإنصات وما كاينش الرغبة الجماعية في حل المشاكل. توقيفات بالجملة، في غادي هادشي؟ فين غادي هادشي؟ هادي شي ساعتين وانا جالس كنقرا دابا في القوانين، في الأنظمة، في كذا. رجعت لقانون الوظيفة العمومية ديال 1958. ما هذا القانون لا يسري على المتعاقدين، وها المشكلة الأولى حلها. بغيت نمشي نبدا نفهم شنو هو التدرج في العقوبة، حيت العقوبة خصها تدرجها، حنا غنشوفوها. ما لقيناهاش، لقينا مدراء أكاديميات دايرين تفويض لمدراء مديريات، داروا لهم تفويض بمعنى توقيف يجي في البلاصة. اش كيقول القانون من ما كيكونش التدرج في العقوبة؟ بغيت الإخوان ديال القانون يدخلوا معنا في هذا النقاش اللحظة حرجة. اش كيقول القانون ملي كيتم التنصيص غير على الخطأ المهني؟ المشكل الآخر والكبير هو ملي رجعت النظام الأساسي ديال الأكاديميات، ديال أطر الأكاديميات، ما كتلقاش التمثيلية ديال النقابة، ممنوعة. ها انتم قراو معانا سيدي، الله يجازيكم بخير. ها بداو من المادة 85 تؤسس لجان للأطر، لجان للأطر يعني ديال المتعاقدين بمقرر لمدير الأكاديمية، ويكون لها حق النظر ضمن حدود الحالات المقررة في هذا النظام الأساسي. وهاد اللجان ديال الأطر خصها تكون منتخبة من أطر الأكاديميات. فين هي النقابات هنا؟ إذا هذاك الشيء ديال اللجان المتساوية الأعضاء هذاك فواد، وهذا النظام الأساسي فواد. حلها انت هذا. إلا مشيتي للأنظمة الأساسية دخلوا يعني الموقع ديال المملكة المغربية، رئيس الحكومة، ووزارة الانتقال الرقمي، وغتلقاو مراجع كثيرة. اش كتقول؟ من بينها تقوم السلطة التي لها حق التسمية بتقديم تقرير مكتوب إلى المجلس التأديبي. دابا هنا السلطة اللي عندها الحق ديال التسمية راه هي الأكاديمية اللي كدير التفويض. ثم اش كيقول القانون؟ كذلك نفس الموقع ديال المملكة المغربية، رئيس الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي. عن العقوبات التأديبية غتلقاو كثير من المنشورات والمراسيم إلى آخره.
ها فين كاين المشكلة. كل خطأ يرتكبه الموظف عند مزاولته لوظيفته يعرضه لعقوبة تأديبية، وهذه العقوبة التأديبية هما كيفصلوا فيها: كاين الإنذار، التوبيخ، الحذف من لائحة الترقي، القهقرة من الرتبة، الانحدار من الدرجة، العزل بدون توقيف حق المعاش، العزل مع توقيف حق المعاش. هادشي كلشي هاد الصباح هذا، يعني هاد النهار هذا قريت هاد المصيبة، هادشي هذا كامل. بان ليا ما كاينش حل، بان ليا خاص النقابات دير شي ضغط معين، بالضرورة خاصها دير ضغط معين لإيجاد الحل. والإخوان في التنسيقية خاص يكون راسهم حتى هما رطب، يسمعوا. هاد الناس راه دابا غادا تموت بالجوع، اللي عنده أسرة واللي عنده واحد مريض واللي عنده. أنت ما مجربش التوقيف؟ سولني أنا نقول لك اشنا هي، شنو هو التوقيف وشنو كيعني. توقفت بدون تدرج في العقوبة، ما عندي إنذار، ما عندي توبيخ، في حياتي كاملة ما عنديش شهادة طبية في الملف، ما عندي حتى حاجة. فقت مع الصباح لقيت: الو السي حسن، اجي نعطيوك واحد الورقة، وكتنهال عليك. هذه الشركة ديال داسيا تغوت ليك، هذا البنك اللي عاطيك كريدي على لابارطومون يغوت ليك، ودخلوك. يعني كتولي بحال فارس سويرتي، داروك في السطل ودوروك مزيان وطلقوك، تعيش مشكلتك بوحدك. ولهذا نصيحتي ورجائي الإخوان اللي في النقابات الأربع، الله يجازيكم بخير، حركوا إلا لقيتم تحركوا، حركوا. الدبلوماسية أيضا الهادئة راه كتخدم. والإخوان اللي في التنسيقية، المجلس كذلك، لقاو طريقة من الطرق باش تفاعلوا مع النقابات، والتفاعل الإيجابي. دوز هاد المرحلة الكحلة، هذه مرحلة كحلة، راه غادا تجني على الأخضر واليابس. الجيش الاحتياطي موجود، سمعوني بالهدوء، اللي بغى يسمع مرحبا، اللي ما بغاش يسمع الله يعاون. هذه آخر كلمة في هذا المجال الذي يخص العلاقة بين التنسيقية والنقابات. تحية للجميع.